ولذلك من أعظم الأمور إذا رأيت مبتلى ماذا تقول؟ الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى هذا وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا ألا عوفي من مثل ذلك البلاء. شفت لك واحد حادث وقلت هذا الدعاء عافاك الله من الحوادث. شفت لك واحد حريقة وقلت الدعاء عافاك الله من الحرائق. واحد منقلب، واحد مبنشر، أي ابتلاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال العبد الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى هذا وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا ألا عافاه الله من مثل ذلك البلاء. لا، ردد هذا الدعاء ونشوف في دنيانا هذا مبتلى، هذا صير عليك كذا، هذا صير عليك، وأنت في حياتك في اليوم يمكن تمر عليك كذا مرة. ردد هذا الدعاء يحفظك الله، يحفظ ذريتك، يحفظ أهلك، أحبابك، قرابتك، لأن الحافظ من هو؟ هو الله. نعم.